ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. رجعت لكم فيديو جديد ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم الكحك اللي بيدوب في البق بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله هتعجبكم قوي. هقول بقى بسم الله وهبدأ معاكم الوصفة. اول حاجة هيكون معايا كوبايتين كبار ونص من السمنة. اي سمنة متوفرة عندك ممكن تستخدميها، بس الكحك بيكون حلو جدا مع السمنة البلدي. حطيت بقى السمنة بتاعتي في التلاجة لحد ما جمدت معايا. بعد كده بقى بدأت احطها في العجان كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى هحط للسمنة بتاعتي معلقتين كبار ونص من السكر البودر. هبدأ بقى اشغل العجان بتاعي كده زي ما انتوا شايفين لحد ما السمنة بتاعتي تكون كريمي ومرملة. بعد بقى ما السمنة بتاعتي بقت كريمي معايا ومرملة كده زي ما انتوا شايفين، يعني كده السمنة بتاعتي بقت جاهزة معايا. هبدأ بقى احط بقية المكونات. هحط بقى على السمنة بتاعتي كيلو من الدقيق. انا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات من الضحى. انت ممكن تستخدمي اي دقيق متوفر عندك يكون متعدد الاستخدامات. وممكن كمان تستخدمي الدقيق بتاع الكحك والبسكوت، ومش محتاجين خالص ان احنا ننخل الدقيق. انا حطيت الدقيق على طول على السمنة. بعد كده هضيف بقية المكونات بتاعتي، وهي معلقتين كبار ونص من السمسم المتحمص، وهضيف ربع معلقة صغيرة من الخميرة، وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهضيف معلقة ممسوحة من ريحة الكحك، ورشة صغيرة خالص من الملح. هبدأ بقى أشغل العجان بتاعي كده زي ما انتوا شايفين، علشان بس كل المكونات تختلط ببعض والدقيق بتاعي يتشرب كل السمنة. طيب لو مش متوفر عندك عجان، انت ممكن تعملي الخطوة دي بإيدك، مش لازم عجان خالص. ولو عايزة الكحك بتاعك يكون مظبوط وما يسحش معاكي لما يدخل الفرن، والنقشة بتاعتك تكون ثابتة في الكحك، ما تكتريش البيكنج باودر والخميرة. يعني ربع معلقة من البيكنج باودر وربع معلقة من الخميرة. بعد بقى ما العجينة بتاعتي يدوب بدأت تلم معايا وما يكونش فيه اي دقيق خالص، واتأكد بقى ان الدقيق بتاعي شرب كل السمنة، هبدأ بقى احرك العجينة كده بايدي او ابس العجينة. وانا حبيت اوريكم الخطوة دي، او افضل احرك العجينة معاكم، او ابس العجينة زي ما بيقولوا، علشان الناس اللي مش متوفر عندها عجان تعمل الخطوة دي. تقريبا بتاخد ربع ساعة بس. بعد بقى ما فضلت ابس في العجينة لمدة ربع ساعة، وزي ما قلت لكم انا عملت الخطوة دي في العجان علشان بس تنجز معايا وقت. هتكون العجينة بتاعتكم طرية جدا وناعمة كده زي ما انتوا شايفين. هضيف بقى اخر حاجة للعجينة بتاعتي، وهي كوباية الا ربع من المية الدافية. هبدأ بقى اشغل العجان بتاعي، وانا مش عايزة العجينة بتاعتي تتعجن كتير، يدوب بس العجينة تلم معايا، علشان بس لو العجينة بتاعتي اتعجنت كتير ممكن تعمل معايا عرق وتبوظ معايا. والناس بقى اللي هتسألني ايه الفرق ما بين الكحك اللي معمول بالسمنة الباردة والكحك اللي معمول بالسمنة المقدوحة او السمن السخن، الفرق انه السمنة الباردة بتاخد وقت قصير قوي. يعني ايه؟ يعني بتقعد معاكي شهر بس مش اكتر من كده. بس اللي معمول بالسمنة السخنة بيقعد معاكي وقت طويل. طيب هيكون في فرق اللي معمول بالسمنة الباردة طعمه مختلف عن المعمول بالسمنة السخنة؟ مفيش فرق خالص، هو نفس الطعم. بعد بقى ما العجينة بتاعتي لمت معايا كده زي ما انتوا شايفين، والعجينة ناعمة وطرية جدا، يعني كده العجينة بتاعتي بقت جاهزة معايا. هبدأ بس اختبر العجينة معاكم. هعمل كحكاية كده. لو الكحكاية بتاعتي طلعت متشققة معايا، يعني العجينة محتاجة ان انا اعجنها بايدي شوية، علشان بحرارة ايدي العجينة بتاعتي هتطرى معايا. لو الكحكاية بتاعتي طلعت مظبوطة، يعني كده هبدأ اشتغل بالعجينة. هاجيب بقى اي صينية متوفرة عندي، وانا ما دهنتش الصينية بتاعتي اي مواد دهنية علشان الكحك بتاعي فيه سمنة كفاية. انا استخدمت البصامة دي، انتي ممكن تستخدمي اي بصامة انتي حباها. هاجيب بقى جزء من العجينة وهبدأ اكورها. بعد كده بقى هضغط على العجينة بتاعتي او الكحكاية بتاعتي بكف ايدي او بصوابع ايدي، وهظبط الكحكاية كده. بعد كده بقى هبدأ ابصم الكحكاية. وطبعا انتوا ممكن تعملوا الكحك بتاعكم اي حجم انتوا حابينه، بس انا حاسه ان الحجم ده مناسب وحلو قوي. وانا ببصم كحكايه كحكايه، علشان لو سبت الكحك للاخر وبصمته يعني في الاخر، الكحك بتاعي بيشمع معايا، ولو جيت ابصمه هيشقق معايا. وطبعا انت ممكن تعملي نص مقدار الكحك اللي انا عاملاه، بس الكيلو من الدقيق عمل لي 5 صواني كحك.
وانتي شغالة في الكحك بتاعك حسيتي بقى ان العجينة بتاعتك نشفت معاكي شوية او الكحكاية شققت معاكي، هتجيبي جزء من العجينة وتحركيه بين ايديكي علشان سخونية الايد هتسيح معاكي العجينة شوية وهترجع معاكي زي الاول. وكنت عايزة اقولكوا على حاجة كمان، ان انا اشتغلت في العجينة بتاعتي على طول وما استنيتش العجينة بتاعتي لحد ما تخمر، علشان انا حاطة الخميرة في العجينة علشان بس الخميرة بتاعتي تخلي الكحكاية بتاعتي معايا هشة مش اكتر من كده. وطبعا انت ممكن تحشي الكحك بتاعك اي حاجة انت حباها، سواء عجمية او ملبن او عجوة براحتك، بس انا بصراحة بحب الكحك السادة اكتر. بعد بقى ما خلصت الصينية بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، ويا ريت الكحك كله يكون قد بعض، هدخل بقى الصينية بتاعت الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما الكحك بتاعي يستوي معايا وياخد لون دهبي خفيف من تحت وياخد لون دهبي خفيف من فوق. بعد بقى ما الكحك بتاعي استوى معايا كده زي ما انتوا شايفين واخد لون دهبي خفيف، هسيب بقى الكحك بتاعي على جنب لحد ما يبرد تماما. وبعد بقى ما الكحك بتاعي برد معايا هرشله بقى السكر البودر. بعد بقى ما الكحك بتاعي جهز معايا ورشيت للكحك بتاعي كله سكر بودر، شايفين بقى اللون بتاع الكحك بتاعي لونه ذهبي فاتح وجميل جدا ازاي. ولو عملتوا المقادير اللي انا قلتها بالظبط هتطلع معاكي كحكايه مظبوطه، هتمسكيها هتكون معاكي متماسكه ولما تيجي تاكليها هتكون بتدوب في البق، والنقشه بتاعتي زي ما هي ما راحتش معايا في الفرن. تعالوا بقى نشوف الكحك الدايب معايا، شايفين الكحك دايب قوي ازاي؟ بجد يا جماعه دايب جدا. ويا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لي كمان لايك وشير كمان كتير لاصحابكم. لو بتتابعوني من على اليوتيوب لو بتتابعوني من على الفيسبوك يا ريت تدوسوا زر المتابعة واللايك وشير كمان كتير لاصحابكم وتكتبوا كمان انتوا بتتابعوني من فين. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي، باي باي.